وإذا ضربت فأوجع وإذا صرخت فأسمع فإن العاقبة واحدة. ولأن البعض استهان بالدين الإسلامي واستباح الدين الإسلامي وخاض في شيوخنا الكرام وبدأوا في دعوة جديدة لدين جديد وحسبنا الله ونعم الوكيل. ناهد السباعي بتدعو للفجر والرذيلة والعري. ناهد السباعي ما عندهاش مشكلة إنها تتجوز مسيحي أو حتى يهودي، كلنا بنعبد ربنا. وإبراهيم عيسى بيهاجم شيوخنا حتى الشيخ الجزائري اللي صدر صورة طيبة عن الدين الإسلامي لما القطة طلعت على كتفه في صلاة التراويح بيسخر منه إبراهيم عيسى بكل الطرق. وإبراهيم عيسى بيعمل عمل فني مسيء للدين الإسلامي من خلال تجسيد دور لشيخ قام ببطولته ابن الفنان القدير محمود عبد العزيز على انه الشيخ المتسلط الارهابي اللي بيرعب الناس. ده مش بس كده، ده ابراهيم عيسى نفسه اساء لاحد رموز الدين الاسلامي في الوطن العربي واهم شيخ من شيوخنا الاجلاء الشيخ الشعراوي. بدأوا يتطاولوا كثيرا على الدين الاسلامي، وعشان كده احنا هنبدأ حملتنا في الدفاع عن الدين الإسلامي ومهاجمة كل من تسول له نفسه ويخون تفكيره إنه هيقدر يغير من عقائدنا وشريعتنا الإسلامية التي نؤمن بها حتى موتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة أفندينا ترند في كل مكان. أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. رمضان كريم على حضراتكم وعلى الأسرة الكريمة، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقبل ما نخش في موضوعنا حابب أطلب من إخواتي الغاليين ادعم أخوكم باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة أفندينا ترند. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، في الآونة الأخيرة أو في خلال أسبوع بالتحديد ظهر فيديو بقى ترند. الفيديو ده وصل لكل الناس، بل وصل عدد مشاهداته ل4 مليار مشاهدة. الفيديو كان لشيخ عظيم من الجزائر كان بيصلي صلاة التراويح وقطة طلعت على كتفه، والشيخ بكل سماحة التي تدل على سماحة الدين الإسلامي طبطب على القطة وخدها في حضنه ومرضيش إنه ينهارها أو حتى يرميها زي ما بيحصل في العادي، في رسالة واضحة ان الدين الاسلامي دين سلام ومحبة. الفيديو ده ما عجبش ابراهيم عيسى. ما هو ابراهيم عيسى اعتاد ان هو يسيء للدين الاسلامي ويسيء لشيوخنا الاجلاء. ما هو ابراهيم عيسى اللي غلط ويعني تجاوز في حق الشيخ الشعراوي. وابراهيم عيسى نفسه عامل عمل درامي في رمضان السنة دي بيقوم ببطولته ابن الفنان القدير محمود عبد العزيز اللي بيمثل دور شيخ، لكن المرة دي الشيخ دقنه طويلة ونظراته حادة وكلامه يرعب الأطفال، وإن الشيخ ده بيدل على الإسلام في صورة مسيئة للإسلام والمسلمين. حاول بكل الطرق إبراهيم عيسى إنه يجسدها من خلال محمود عبد العزيز. لكن الفيديو اللي بقول لحضراتكم عليه اللي بقى ترند ده هو اللي احبط كل محاولات ابراهيم عيسى، وده اللي خلى ابراهيم عيسى يطلع ويسخر من شيخ الجزائر. وكمان يعني ربك لما بيريد انه يوصل الرسالة يقوم يتصور فيديو تاني عن طريق الصدفة داخل دولتنا الحبيبة مصر. والفيديو ده بتشوفوه حضراتكم معايا دلوقتي ان في قطة دخلت برضك في قلب الجامع، وان واحد من المصلين العاديين برضك بنفس طريقة الشيخ الجزائري يعني تاخر القطة شوية عشان يعرف يسجد في حالة من الرحمة والشفقة من المصلي على القطة
الضعيفة اللي ما عملتش أي حاجة غير إنها موجودة في الجامع. كل محاولات إبراهيم عيسى بتبوء بالفشل. إبراهيم عيسى بيدعو لدين جديد يطلقون عليه الدين الإبراهيمي، وعايز يقول إن إحنا كده كده بنعبد ربنا، ما اليهودي بيعبد ربنا والمسيحي بيعبد ربنا، نبقى نوحد الأديان وتبقى الشريعة واحدة والمسلم يتجوز المسيحية. ده موجود في الإسلام، لكن المسيحية تتجوز المسلم ده اللي مش موجود ومرفوض في الدين الإسلامي. إنما إبراهيم عيسى وناهد السباعي شايفين إن ده لازم يحصل. عشان كده ظهرت الفنانة القديرة ناهد السباعي اللي كل أعمالها بتدل على الفجور، وإنها بتظهر يعني في دعوة إلى العري والرذيلة زي ما حضراتكم بتشوفوا دلوقتي المشهد اللي قدام حضراتكم. ومش عارف هي مصورة نفسها بالشكل ده بتدعو لإيه وعايزة إيه، الله أعلم بقى. إحنا مش هنخش في نواياها. ناهد السباعي اللي جدها كان وحش الشاشة فريد شوقي ما عندهاش مشكلة على الإطلاق إن هي تتجوز مسيحي او حتى يهودي. ولما المذيعة سألتها ازاي هتتجوزي مسيحي ولا حتى يهودي، قالت لها بكل بساطة مش انت مؤمنة والمؤمن بيؤمن بكل الاديان، يبقى ايه المشكلة؟ ما المسيحي بيعبد ربنا واليهودي بيعبد ربنا، يبقى ما فيش مشكلة ان احنا نتجوز بعض ونبقى عادي. ونسيت شرع ربنا اللي حرم جواز المسلمة من المسيحي او من اليهودي. يعني يا أستاذة يا قديرة يا فنانة يلي بلاش إن احنا نتجاوز. عايزة يعني نغير شرع ربنا عشان حضرتك تبقى راضية تحت منطلق الحريات. هي الحرية عندكم ان انتم تحرفوا في شرع الله عز وجل، الحرية عندكم ان انتم تسيئوا لشيوخنا، الحرية عندكم ومن وجهة نظركم ما بتجيش غير في التناول في الدين وان احنا نخوض في الدين. وبعدين مين حضرتك عشان تتكلمي اصلا عن الدين؟ هل حضرتك مؤهلة ان انت تتكلمي عن الدين؟ هل درست الدين صحيح؟ هل حضرتك حافظة كتاب الله؟ طب عارفة احكام التجويد؟ طب حضرتك عارفة وملمة بالاحاديث؟ طب حضرتك عارفة ان اللي حضرتك بتقوليه ان انت موافقة ان انت تتجوزي مسيحي او يهودي ده يعتبر شرك بالله، لان حضرتك بتكفري بما حرم، يعني اللي حلله ربنا حضرتك رفضاه واللي حرمه ربنا حضرتك موافقة عليه وعايزة انك تعمليه. انا مش فاهم حضراتكم بتتحدوا مين؟ بتتحدوا الله عز وجل؟ هل الرسالة اللي عايزين توصلوها للعالم وللمسلمين ان انتم خايفين على الدين اكتر من الله عز وجل، وان انتم يعني والعياذ بالله هتشرعوا دين جديد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، بس الحكاية معانا مكملة وهنفضل ندافع عن ديننا لحد ما ماتنا بمشيئة الله تعالى. ويا رب تكون الحلقة نالت إعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. وفضلا منكم وليس أمرا ادعم أخوكم باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة أفندينا ترند. وإن شاء الله وبإذن الله نتقابل مع بعض في فيديوهات قادمة بمشيئة الله تعالى، في رعاية الله وحفظه وأمانه.